ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبات شانل. يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض بسكوت اليانسون بطريقه سهله قوي، ومكونات موجوده عندنا كلنا، وطعمه حلو جدا مختلف عن البسكوت العادي الساده. حطيت كوبايه سكر خشن عادي، وعليه كوبايه زيت وثلاث بيضات، 3 بيضات كاملين. انا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف علشان لو حابه تاخديها سكرين شوت. وهبدأ أضرب بقى بالمضرب. هو طبعا السكر خشن فهياخد وقت شوية في الضرب غير السكر البودر، بس أي حاجة يعني مش هنوقف الوصفة عشان ما فيش سكر بودر، نعملها بسكر خشن عادي. أنا أصلا بعملها بسكر خشن بتطلع حلوة برضو، بيدوب وكل حاجة. هو بس الفرق إن هو بياخد وقت شوية في الضرب. يعني ضربتها كده حوالي 3 4 دقايق مش أكتر من كده، كانت خلاص اهي شكلها. وهحط بقى باقي المكونات. هحط دلوقتي كوباية لبن، ده نص كوباية، وهحط نص كوباية تاني، يعني كله على بعضه كوباية لبن. وهنقلب المكونات تاني مع بعضها كويس كده بحيث ان اللبن يمتزج بالخليط كده حلو قوي قوي قبل ما احط الدقيق والكيك شيف. هيبقى الخليط سائل شوية معايا. هحط بقى الدقيق ده 3 كوبايات منخولين كويس، وحط عليهم كيس كيك شيف. وهضرب بقى بالمضرب ان انا اخلط الدقيق بالمكونات. هي هتكون عجينة سميكة معايا، مش زي بتاعة الكيكة كده سايلة شوية، لا عجينة سميكة اهي زي ما انتوا شايفين. هضربها لحد ما الدقيق يمتزج بكل المكونات كده. خلاص هشيل بقى المضرب. بصوا العجينة سميكة يعني حتى مش راضية تنزل من المضرب كويس، فجبت معلقة بقى وشلتها بالمعلقة. وهنشوف مع بعض هنسويها ازاي. الحلو في البسكوت ده بقى ان هو بنسويه بسرعة جدا، مش بياخد وقت زي التقطيع والتشكيل والحاجات دي والفرد وكده. حطيت 3 معالق ينسون، ده اخر مكون معانا، بمعلقة الشاي الصغيرة. كمية اليانسون ترجعلك. انا حطيت 3 معالق، كان حلو جدا معقول قوي، ولا هو كتير ولا هو قليل. وهقلبه بقى بالسباتيولا كده حلو قوي بحيث ان الخليط كله يبقى فيه ينسون. انا حبيت المقطع ده يعني اجيبه كله ما اقطعش منه اي حاجة عشان اوريكم بس سمك العجينة بيبقى عامل ازاي. ولا هي سايلة ولا هي تخينة زي عجينة البسكوت اللي بنشكله، حاجة في النص كده. جبت صينية ودهنتها زيت، وهنزل كل المقدار كده معايا. ممكن تدهنيها زيت او تحطي ورق زبدة براحتك، بس انا دهنتها ورق زبدة، دهنتها سوري زيت، ما حطيتش ورق زبدة. نزلتها كده كويس وسويتها بالسباتيولا بتاعتي وحطيتها في الفرن على درجة حرارة 180. خدت بالظبط مني ساعة زي الكيكة. وبحط الخلة كده في النص اشوفها استوت ولا ايه. طبعا واضح من لونها ان هي استوت، بس بنحط الخلة عشان نتأكد اكتر يعني. بنسيبها تهدى كده خالص. وبعد كده هنقطعها. بقى في الوقت ده بقى بعلي الفرن شوية، بس مش على اخره يعني، بخليه وسط كده. وهبدأ اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي طبعا دلوقتي طرية وعاملة زي الكيكة كده، شبه الكيكة شوية مش كيكة قوي يعني. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي بسكوت كده مقرمش وحلو. قطعتها بالشكل ده. انا جريت بس الجزء ده علشان يعني انا قطعتها بس ما عملتش فيه اي حاجة تانية. وبصوا شكلها من جوه عامل زي الكيكة اهي، طرية كده وهشة وحلوة جميلة قوي. دي بس كانت عريضة شوية فانا قلت اقطعها بالسكينة تاني يعني. هما في كام قطعة اتقطعوا عراض شوية، فبعد كده رفعتهم بالشكل ده في الصينية. وجبت بقى صينية تانية مش مدهونة اي حاجة، صينية فاضية كده. وهبدأ اطلع فيها البسكوت بتاعي، وهرصه فيها بالشكل ده بالطريقة دي كده. وهحطه في الفرن يتحمص ويبقى بسكوت وناشف ومقرمش معانا. والمقدار ده عمل لي حبة حلوين. بالنسبة للمقاس لو عايزين، مش عارفة الصينية دي مقاسها كام في كام، بس دي الصينية المربعة اللي هي طولها زي عرضها، مش المستطيلة اللي هي بتاعة الجلاش.
ممكن تنفع برضو في الصينية المدورة او الصينية المستطيلة الكبيرة. رصيتهم كلهم بالشكل ده كده. وطبعا انا كنت عليت الفرن بتاعي اول ما طلعت الصينية، وقبل ما اقطعها كده عليت الفرن شوية بحيث ان هي ما تاخدش معايا وقت قوي يعني. قطعتهم كلهم بالشكل ده، اتبقى شوية طبعا اهم في الصينية التانية شايفينهم. مرضتش اطلع بقى صينية تانية يعني، قلت هطلع دول وبعدين ارجع اشيل الصينية يعني واحط فيها الباقي. ده شكله، بصوا من جوه معانا شكله حلو قوي ولونه جميل ومقرمش كده. حطيته بقى في العلبة دي وهغطيها وهسيبها بقى فيه لحد ما يخلص. ده شكله كده جميل قوي. اتمنى تجربوه.